بناوی خوای بخشنده مهربان حمد و ثنا و سپاس و استایشی به پایان بخوای پروردگاری جهان درود و سلام لسر پیغمبری خوشویستمان صلی الله علیه و سلم و لسر اهل بیت و همو یاران و هموشون کوتوانی تا کوتا زمان برایانی عزیز و خوشویستم لپروگرامی زاد خناغی یکم بابتی عقیده گەیشتونە تەلاپەڕەی چواردا ئەو مخططە سەیرێکەکەین و دوای ڕێناودیم مميزاتی عقیدەی صحیحە جیاکەرەوەکانی عقیدەی صحیحە یعنی ئەمە کاتی ئەڵێن بیر و باوەڕی ڕاستەقینە بەچی جیا بێتەوە لە بیر و باوەڕەکانی تر. ميزات العقيدة الصحيحة. تتميز العقيدة الإسلامية الصحيحة على عقائد الأديان الباطلة والطوائف المبتدعة بمزايا كثيرة تجعلها أحرى بالقبول منها. أولا جاكرة عقيدة صحيحة، طبعا عقيدة صحيحة عقيدة إسلامي صحيحة جاء بيتها العقائد لبيروباوري دين بوشلكان وطوائف قمرا كركان بچن ميزية جاء بيتها بچن جاكروية جاء بيتها وأكاك إما بشاينتري بزانين شوني أم عقيدة يبكون خو إما له وانا أم عقيدة ما لبابا بيران ما نورقت يعني من أما أقل بالصحيح نزام شوني ناكم ولبروي والله تنها لبرو شوني كم بابا بيران من لسلام عقيدة يبون نا بلكو ما ببلغوش شوني يكوين وأمانا مميزات كانت هي كم؟ أولا أنها عقيدة واضحة سهلة بعيدة عن التعقيدات ليس فيها أشياء غامضة ولا جوانب محتكرة لرجال الدين. أم عقيدة واضح ورونة سهلة وبسيطة وآسانة دورة لتعقيدات ولا قلبونويكي نابجي يعني معقد نية بكرديك بعربيكي آلوز نية بارك الله فيكم يعني دورة لآلوزي هيت شتيكي تانية نارون بي و هيتش لايكيش لم عقيدة يعني هيت جانب يقل جانب كان لايك للايكان هم عقيدة للايني بياواني آيني وكنترول لكراوة يعني اوان بكيفي خوي تصرفيته بلكو ما عقيدة إلهية يعني خوادة يبزاندوها رأيش دسلاتية تشيتي عليه وتشيتي نالي إتريش كسيتر بوينية تدخل كاتا بيغمر جوينة بو تدخلي تامك. ثانيا أنها عقيدة فطرية تلائم الفطرة ولا تصادمها. عقيدة سروشتية لقل فطرته سروشتي بني آدم أقنجل كخوي تعالى لسري خلقي كردوا ودجي سروشتي مروفنية. ثالثا أنها عقيدة ثابتة لا تتغير ولا تتطور بتعاقب الأجيال فلا مجال فيها للزيادة والنقص ولا تقبل التحريف والتبديل. أما غيرها من العقائد فقد زيد فيها ونقص منها لأنها كانت تخضع لأهواء الحكام والرهبان. أما طبعا عقيدة إسلامية عقيدة كي جيجير وثابتة ناقورت تطورنا قبل ما دام زمانه تطوري كان مش تطور يكن يعني كان نولد عين نوا قران كاري بس ريابيتو بيش بكوي مجالي بواري زيادة ونقص كردن تيانية بهيج شوية مجالي وتيانية بقورت يان لار ببيتوا يعني قدس كاري بكري بلام غيري أم عقيدة كانت تر زیاد خێتە سەری نقصانی خراوە نقصان کراوە لێی چونکە زۆربەی جار هەوا و ئارەزووی دەسڵاتداران و با بڵێن زاناخۆ فرۆشەکان دەوری بینیوە لە ئەو عەقیدانەیە کابرا خۆی فرۆشتەوە عەقیدەکەی گۆڕیوە. رابعا أنها تقيم البراهين الساطعة والحجج الباهرة على كل مسألة فيها. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة. سورة الأنعام آياتي صوت شلونو شريعتي بيروزي إسلاميان عقيدة إسلامي لسر چي دا مزراوة عقيدة إسلامي لسر بلغي رون ولا سر حجي وكتشوان بلي دم كتكر دا مزراوة لحمو مسألة لمسألة كانية كواكا برانبر دسا پادشا اوسته يعني دسا وستان اوسته هيچي پێ ناکرێ بەرامبەر ئەم عەقیدەیە إلا بێ تەسلیم ببێ کە ئەم عەقیدەیەکی صحیحە چونکە بەڵگەکان وا ئاڵێن خوای تعالی فەرمێ قل لله الحجة البالغة يعني هەرچی حجەی کاریگەر هەیە لەلای خوایە لەلای دینی خوایە لەلای بەرنامەی خوایە. خامسا أنها عقيدة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء.
مميزي أخير كلام عقيدة هي وليرة باسكراوة عقيدة إسلامي عقيدة وسطها نزياد الروي تيايا نش الروي نا تون الروي نش الجيري نتون الجيري يعني وسط ما مناود لبين حتشي عقائد كان هي بله شو كو عقيدة أنا برزان حموي لأصلا خوي صحيحة هندينا كان يتريش أو يكبو بيغمرا كان يتراتوا بلام يا بملا لا يندا ويا بولا لا يندا وكتشون أمرو لعقيدة إسلامي لا يخش معنا هي خلق بملا لا دا وخلق بولا لا دا وخوي تعالى إيش القرآن فرميه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وبيغمري خوش صلى الله عليه وسلم خطي الراك يا شيء وبملا ولا هندي خطأك يا شيء فرمي لسر أمر رجع راستقيم لسر أما بتشن لا مدن مرن بو أمر رجع أو رجع أنا كلسر هل الرجايك لو رجعنا كسيك هي يا شيطانك هي وكو يعني كسيك هي وكو شيطان معه كخلق بانك ابو او رجع قمرايا ابو يعني ورجعانش سري لا اجري جهنم ودرجه خاف انا بله مصادر التلقي العقيدة الصحيحة سرچاوكاني ورقتني عقيده صحيحه لكو ورجيرا وعقيده صحيحه تقدم تعريف العقيدة الصحيحة وأهميتها وهنا ندرس أمرا في غاية الأهمية ألا وهو من أين نأخذ هذه العقيدة وهو ما يعبر عنه بمصادر تلقي العقيدة الصحيحة فما هذه المصادر وما الدليل عليها اما بيش باسي بيناسي عقيده صحيحه مان كر وباسي جرنجكي مان كر وباسي مميزاتكاني مان كر ام جا او برسالي جرنج بيتا بيش ام عقيده يملكو مان قرتوا سرچاوكاني عقيده صحيحه بيرو باوري راستقينا سرچاوكاني چيه بلغكان لسري چيه قبل أن نذكر هذه المصادر والأدلة عليها نؤكد على حقيقة شرعية قطعية وهي أن العقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد عقيدة فطرية بمعنى أن الأصل في بني آدم كلهم هذه العقيدة وأن الإنسان منذ خلقه الله وأوجده على هذه الأرض فإن في نفسه هذه العقيدة من معرفة الله عز وجل وتوحيده والفزع إليه وقت الشدة ومحبته وأنه مؤهل لقبول الحق واختياره وقد دل على هذه الحقيقة العديد من الأدلة منها الله بيشوي سرچاوكاني عقيدة صحيحة باز بكين وباسي بلغكان لسري حقيقتك يعني راستيك شرعي براوة هي أيش أويا عقيدة صحيحة عقيدة توحيدة عقيدة كبريتية لعقيدة توحيد عقيدة فطري وسروشتية بو معناه كأصل بني آدم لسر أم عقيدة يبوه وإنسان لو رجوه خوي تعالى خلقي كردوه لسر أم زوياه وكابونورشي بو خلق كردوه لسر أم عقيدة يعني رويشتوه أم عقيدة لنفسها هبوه كأيش ناسيني خوايا توحيدي خوايا بناقردن بخوا لحمونا راحتيك خوشويستني خوايا وأنه مؤهل لقبول الحق واختياره يعني بكرديكي وبكرديكي إنسان آمادة سازي كراوة بو ورقرتني أو حقو بوها وبجاردني أو حقا يعني نفسية إنسان بو شو آمادة سازي بو كراوة وطبعا زور بلغش معنى هي كتأكيد لسر أم راستيا كاتوا تأصيل لسر ويكا ما بس معنى كعقيديكي سروشتيا بالي وقد دل على هذه الحقيقة العديد من الأدلة منها قوله تعالى بالي فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وثمان بلغما زورة لسر أم راستيا كعقيدية مع عقيدية فطري سروشتيا يكي لو بلغانا فرمايشتي خوايا لسورة الروم آياتي سي كخوايا تعالى أفرمي أي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم روب كلا أو دينيك دينيك راستقينية لا يداوى لنا حق بو حق أو فطرتي دينيك فطرية كلسر أو سروشتو فطرية الراك كخوايا تعالى مروبي لسر خلقان دوا خلقي خواه قران كاري بسر عناية يعني بديهن راوكاني خواه قران كاري بسر عناية أما دين الراستقينك هي بلام خلقي زوربي بمنازانا والحنيفية هي الإسلام وأركانه كما هو تفسير أئمة السلف رحمهم الله حنيفية يعني كخواي تعالى فرمي حنيفة يعني ما بس إسلامه وأركان كان إسلامه وميل لنا حق بو حق يعني لا دانا لنا حق بو حق
والفطرة هي الطبع السوي والجبلة المستقيمة التي خلق الناس عليها والمتهيئة لقبول الدين الحق. فطرات بريتيا لو سروشت الراستية لو طبيعة وكبلي الراس تقينية كخويت على إنساني لسر دروس كردوه وآمادي كردوه أوي ديني حق وربقره يعني خويت على مروفي وادروس كردوه عقلي كيبود في داوة كبتوانيت يبقى لاشتكان وحق وربقريت وشون يبكيه. ومن الأدلة ثانيا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟ وفي لفظ آخر: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ والجمعاء هي مكتملة الأعضاء وأما الجدعاء فهي مقطوعة الأطراف. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. بلقيت وما للسنة في غمرها صلى الله عليه وسلم هاتوا كأبو هريرة قريتها طبعا حديث كلا بخاري ومسلم تخريج كراوة. أبو هريرة فرمي في غمري صلى الله عليه وسلم فرموي همو إنسانك لدايك أبي لسر سروشتو طبيعتي أصلي خوي لدايك أبي يعني كتوحيدة كدين إخوايا كحقكية كخواناسية بلان باوكو دايك أو من الله كان بيهودية أي كان بنصرانية أي كان بمجوسي يعني آقر فرست وكو چون بلي بهيميك حيوانيك كتو حيوانيك تيسيركي بشككي أبي بشككي شي هر لشكلي دايك أبي آيا تيايا بيني دا سوباي نبي يعني بهيميك يعني حيوانك كحيوانك يتري أبي لدايك يعني ببيدا سوبا لدايك أبي نحروك أو لدايك أبي أمش لفظي كترى عليه في غمري خاص صلى الله عليه وسلم فرميها مو مولود يا كمو من عليك لدايك أبي لصر فطرة لدايك أبي دايك باوك أي كان بجولك أي كان بجاور أي كان بآجر بارست هر وكو حيوانك چون حيوانك يتري أبي آية يوهيش هستكن شوكي وك أو نبي يعني مثلا بون من جيجا لوي أطرافك عن شي نبي يعني تو أبيني مثلا بون من مريك ما غايب به حشتريك مثلا بون من جايك اللي به شتي نابت يعني بله جمعاء عليه مكتملة الأعضاء جدعاء أويك يعني جوي بالرابع مثلا بيجوي به جاء أبو هريرة كاتم حديثي جرايوة لأخيرا آياتيك منها في شوتها التفسير كما نوت فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أما فطرة إخوايا كإخوة تعالى مروفي لسر خلقان دوا فطرة إخوة قرآن كاري بسرانايا مخلوق كان إخوة تعالى قرآن كاري بسرانايا أما دين الراستقينة بله. ثالثا ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظين مختلفين فيهما التصريح بأن الفطرة هي ملة الإسلام وهما: ألف ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، باء ما من مولود يولد إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. بله لا بلغيسيم أويا كمسلم أجرته لأبو هريرة وبدو لفظ مختلف كتيايا بصريحي أفرمي فطرة بريتيا لملة إسلام چونك لحديثك هاتوا فرمي ما من مولود يولد إلا وهو على الملة لو نيوت على الفطرة لحديثي سرتا أو سروا وتي على الفطرة بلام لما كترى على الملة لا روايتك كترى فرمي ما من مولود يولد إلا على هذه الملة يعني ملة الإسلام حتى يبين عنه لسانه يعني حتى زوانا قريب عقل توزة قوراء جاي قرن يعني بلاي كترى أيضا بله. رابعا عن عياض بن حمار المشاجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته وفيه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. أخرجه مسلم. حنفاء جمع حنيف وهو المائل عن الأديان كلها إلى فطرة الإسلام. لا بلغي شوارم طبعا لا حديث عياضي كر حمارها توا المشاجعي كوابي غمري صلى الله عليه وسلم لخطبه كان فرمي وخوي تعالى فرميتي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم من بعد كان مهمي لسر ديني حنيف يعني ديني كلا حقنا حق ولا يداوى بو حق لسر وخلق خلقان ديان ما والله الشيطان كان هاتون لا يعني داوى لدينك إخوان لدين الراس تقينك واي بيان كردوه كحلال كان يعني لسر حرام كردون وحرام كان شان لسر حلال كردون بو حلال كردون وأمر بيان كردوه كوا شريك بو من قرار بدن لكاتك ك هیچ بەڵگەیەکی شان پێ نییە يعني ئەم حەدیثانە بەڵگەن لەسەر ئەوەی کەوا عەقیدەی ئێمە عەقیدەیەکی سروشتیە هەروەکو چۆن لە مەمەیازاتەکانە باسمان کرد جا ئینشاءڵڵا لە دەرسی داهاتووە ڕۆینە سەر خودی مەسادرەکان سەرچاوەکانی وەرگرتنی عەقیدە لە کوێ وەرمان گرتووە باسی ئەو سەرچاوە ناکەین لەگەڵ بەڵگەکانیانە وصلى اللهم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.